يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. يلا، مستنية ايه؟ بس البيت هتعمليه وتجهزيه وتحضريها وهتوفري عن بره كتير وريحتها خطيرة. يلا، متستنيش يا وعد عن جمال في حب وعشق. اللي يحبوا الفراخ المشوية، مين ما بيحبهاش؟ كل ولادنا بيقولوا عليها أكلاتنا مية مية. يلا ما تستنيش، احنا النهارده عندنا روتين حلو اخر حاجه هنعمل فيه احلى فراخ مشويه بالحب. حبايب قلب حسنان، هتعملي لقمه هنيه واحسن من بره 100 مره. ما تنسيش بس وانت معديه اذكري الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. مسلم ومسيحي، احلى صباح، احلى اخوات. كل اللي سمع الصباح صباح الفل، اللي لسه محدش قال له صباح الخير حسناء بتقول للناس صباح الفل. ربنا يجعلنا ما بين بعض جبر خاطر. صباح القلوب البيضة، صباح البساطة، صباح الرضا، صباح اللهم دم علينا نعمة واحفظها يا رب. اللهم دمها علينا نعمة واحفظها يا رب. والحتة دي كلكم تقولوا فيها يا رب. كلنا محتاجين نقول لربنا ربنا يديمها علينا نعمة. حبيت أقول صباح الفل، صباح الخير، صباح الرزق، صباح للي قامت وشافت ولادها، صباح اللي بتدعي دعوة وربنا يرضيها بيها. صباح يا رب كل الإخوات اللي دايما شايفين بيوتها ومش مقصرين معاها. ربنا يعينك ويقويك ويرزقك. ربنا يعينك ويرزقك ويديك. صباح الست اللي قايمة ب100 راجل، صباح الست اللي شايفة بيتها، صباح الست اللي عاشت عشان ولادها. صباح الخير لكل اللي موجودين. يجعل صباحي ويجعل دعوتي لكل من دخل عندي وقال امين. لكل من مر من هنا، مسلم ومسيحي، اخوات وحبايبي. ربنا يجعلنا من بين بعض جبر خاطر. ربنا يجعلنا من باب الجنة اللي فيه باب جبر الخاطر. قولوا امين. يجعل صباحنا صباح سعيد، صباح حلو، صباح مفهوش تعب، صباح رزق، صباح يا رب يسر، صباح فلاح، صباح الهنا والرضا مني لكم أنا. أحلى صباح في الدنيا حبايبي، بحبكم، أحلى أخواتي وأحلى ناس في الدنيا. يلا بينا. ازيكم؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حبايب قلبي، هات الفراخ بتاعتك زي ما تكون. معايا 4 توراك غسلاهم وميه وليمون نقعاهم. ومعايا حبيبة قلبي البصلة بتاعتي عبارة عن بصلتين 2 كبار مبشورين. معايا حبيبة قلبي معلقة سكر، ايوه معلقة سكر. معايا حبيبة قلبي الملح بتاعي. حلو الكلام. خطوة خطوة كده ايه مع بعض. هنضيف بقى مع بعض الشطة وهنضيف مع بعض الفلفل الاسود كمان. حلو الكلام. احلى حاجه في التتبيله دي ان انت ممكن تنقعيها من بالليل، ويا ريت من بالليل ويبقى احسن. التتبيله بتاعتي عن بهار وعن بصل، لا اكتر من كده المره دي. حلو الكلام. هنسيبها بس تبات في البصل ليله عشان البصل ينقعها ويغسلها من جوه. هدعكها زي ما بيقولوا وهجيب اللي وراك واوريها لحضراتكم. حاجه سهله خالص وبسيطه خالص. كده البصلة بتاعتي بعد ما دعكتها تضيفي بابريكا، ضيفي. انا هعمل خلطة تانية بس هبيت دي في التلاجة الاول. معاكي الورك بتاعك اهو، عايزة تفتحيه بالشوكة او تخرميه شغال. هتجيبي بقى حبيبة قلب الجلد كده اهو وتحشيه. حلو الكلام اهي. وهنبدأ بقى حبايب قلبي نعملها مع بعض كل الكمية بتاعتي وهتشوفوها دلوقتي بألف هنا وشفا. وكده حبايب قلبي انا حشيت البصل ما بين الجلد، حشيت البصل ما بين الجلد، تبلتها قوي زي ما انتوا شايفين كده. تسيبيها ليله حبيبه قلبي، تسيبها ساعتين تمام. الخلطه التانية انا عاملاها في القناه، خلطه عباره عن بانيه كنت بتبله في رايب وفي ملح وفلفل وتوابله وبصله وقلبتهم حلو قوي. وطبعا الفلفله والطماطم كانوا في الخلاط حبيبه قلبي وتبلتها. لكن انا دلوقتي هعمل البصله دي على ما التانية تخرج وتفك وتبيتيها انت ليله بقى وتبقى زي العسل. وشوي وكولي وتحدي بيها حاجه كده من الاخر هتدعيلي عليها.
التتبيله دلوقتي عباره عن بصل حشياه ما بين الجلد فقط لا غير. لكن انت بقى هتجيبي التتبيله بتاعتك طماطمايه مع قرن فلفل في الخلاط حبيبه قلبي، وكوبايه زبادي، وقلبيها حلوه قوي، وضيفيها عليها ليله، هتبقى تفحه اخر حاجه. ايوه تفحه اخر حاجه. وادعيلي، وكل لحظه وكل ثانيه فيكي صحه وفيكي صحه دايما، تعملي لهم الحلو كله. منوعات حسناء دايما نفيد ونستفيد ومع بعض مكملين. لو انتوا حابين تابعوني، هتلاقوا كله جديد بسيط يفيد ست البيت. بحبكم كتير، ودايما بالهنا والسعادة لقلوبكم حبايب قلب حسناء. احلى تتبيلة هتعمليها، وصدقيني في الطعم خطير. بس اهم حاجة الشطارة بقى، تطحني كل المواد بتاعتك اللي قلبت بيها، اللي هي الفلفل الاسود، في الوقت اللي انت بتعملي فيه. وصدقيني تفحى اخر حاجه. بس بيتيها ليله وادعيلي. بحبكم كتير. كاك 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 كاك، يا احلى ناس واحلى متابعين في الدنيا. لحظه وانتوا بسعاده، كل دقيقه وكل ثانيه قولوا امين. كده حبايب قلبي، الفراخ اللي محشيه بصل بسكر بملح بفلفل بشويه شطه. حلو الكلام. طبعا احنا مش هنستكفي بكده. هعمل ايه بقى معاكم؟ شوفوا بقى. معانا اول حاجه 3 ليمونات حلوين او ليمونتين. معاكي حبيبه قلبي هنا، معاكي فلفل ماركه ودع اهلك احمر، ومعانا طماطمتين احمر واخضر. حلو الكلام. طبعا اللي انا حاطاه دول يا جماعه شويه خل. حلو الكلام، كلام سليم. وادي الليمون، وطبعا احنا قلنا خل. وطبعا التوابل بتاعتنا عباره عن معلقه كزبره، معلقه ملح، معلقه شطه، معلقه بابريكا. حلو الكلام، كلام سليم. دول التوابل بتاعتنا اللي احنا هنستعملها، ودي الحاجه اللي هنضربها في الخلاط الاول. وطبعا الفراخ بتاعتنا مش عايزه اقول لكم البصل كل فيها، ويا ريت تقوموا جايبين السكينه وتشكشكوها زي ما احنا قلنا. تشكشكوها يعني تفتحوها. نضرب بقى في الخلاط، وبعدين نيجي نعصر الليمون ونشوف توابلنا وتحابيشنا. طيب الخلطه كده ناقصه ايه؟ زيت. بس الزيت لما نيجي نضيف الطماطم ونعملها ونقلبها، هنضيف بقى مع بعض الزيت. يلا كده حبيبه قلبي، الخلطه بتاعتي عباره عن طماطم فلفل ضربته في الخلاط ومعاه شويه خل. حلو الكلام. تعالوا بقى كده نضيفها مع بعض كده في العلبه بتاعتنا كده اهي. تمام. طبعا انت ليه قلتي ما حطيتيش البصل؟ لا يا جماعه، البصل ده بيديها ريحه حلوه وبيخليها تطرى. صدقوني البصل لوحده حاجه، والنيه تبات في التتبيله دي حاجه تانية. حلو الكلام. طبعا احنا قلنا هنضيف الزيت اهو، معلقه. طبعا احنا حطينا معلقه سكر، ممكن تعملي معلقه عسل شغال. طبعا احنا ضفنا شويه خل في الاول، بس هنضيف حاجه بسيطه كده لا تذكر. هنضيف بقى يا حبيبه قلبي ايه؟ عصر الليمون بتاعنا. هنعصر بس الليمون كده مع بعض كده. التتبيله بتاعتي عليها طماطم مضروبه في الخلاط، فيها الفلفل الايه الاخضر بالوانه ماركه ودع اهلك، معانا الزيت، معانا كمان حبيبه قلبي الليمون. احنا كده عصرنا الليمون، وما بنرميش قشر الليمون بتاعنا. ممكن تحتاجيه في الشاوي ويديكي ريحه حلوه برضو. يعني ممكن تحطيه لو هتعمليه في صينيه، وممكن تعمليه على الشوايه. تمام. طبعا احنا حاطين هنا سكر زي ما احنا قلنا تاني، وقلنا ملح. هنحط حاجه بسيطه عشان نطعم بس ايه حاجتنا وتتبيلتنا الحلوه. ده الملح، ادي البابريكا، ده الشطه. وطبعا انا قلت معلقه كزبره، ما تستغربيش، كزبره. حلو الكلام. قلبي بقى الخلطه بتاعتك. وطبعا احنا ضفنا الزيت. تمام. شايفين؟ بس اذا شرطها تبات ليله. بصي، عايزه نجاحها تبقى معاكي حلوه، تبات ليله. ايوه تبات ليله، تبقى تفحه اخر حاجه. قلبيها كويس. وانا من عشاق الفلفل الاسود، ما بتفرقش معايا انا حطيت في البصل ولا لا. انا من عشاق، يعني ايه من عشاقه، بموت فيه الفلفل الاسود. خلوا بالكم بس لا يكون بيتعبكم. هنضيفها كده حبايب قلبي، تبات ليله. تبات ليلة من نجاحها كفراخ مشوية أو وراك أو صدور، تبات ليلة. تمام. كل ما تشرب التتبيلة كل ما هتديكي طعم وتست، هتدعيلي عليه. أيوة والله هتدعيلي عليه. أفضل تتبيلة
واحلى تتبيله للمشاوي. صدقيني، خديها قاعده وامشي عليها واعمليها، بس نجاحها اهم حاجه فيها تبات ليله. صدقيني هتدعيلي وتقولي تسلم ايدك يا حسناء، وادعي ليا ولولادي وربنا يكمل شفايا على خير. التتبيله دي بيتيها بس ليله، صدقيني تفحق اخر حاجه. احلى تتبيله للفراخ، للفرخه كامله، للوراك، للصدور، للمشاوي، وجميله وتفتح النفس. وفكره ان انت تحطي الليمون لو هتعمليها مشويه، القشر ده هينفعك حلو قوي. يا اما ينفعك في نظافه الفراخ، يا اما ينفعك وانت بتشوي، هيديها طعم تفحى اخر حاجه. عايزه تحطي مستردة وتكلفي نفسك، دي قصه تانية. لكن صدقيني الطريقه دي هتوصلك لنفس طريقه المطاعم ونفس طريقه بره بالظبط. دعوه حلوه، وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا لقلوبكم، ويا رب دايما بخير وسعداء ومبسوطين. حسناء بتحبكم وبتموت فيكم، احلى عيله واحلى اخوات. كاك كاك يا احلى ناس. ازيكم، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. كل فيديو بتوحشوني، منورين ومكترين، وبالصلاه على الزين صلوا على الحبيب. يلا الفيديو عندي النهارده في منوعات حسناء بطاطس. هنعمل صينيه بطاطس، مين بيحبها؟ سريع اسرع صينيه بطاطس في العالم. انا اللي بقول. هتجيبي البطاطس وتغسليها وتقطعيها زي ما انت شايفه كده. معانا حبيبه قلبي ايه بقى؟ معانا فلفل ماركة ودع اهلك تفحى اخر حاجه، احمر واخضر. معانا حبيبه قلبي البصل بتاعنا متقطع زي ما انت شايفه. معانا معلقه هريسه اللي هي ماركة ودع اهلك فلفل برضه، معلقه توم. يبقى البصل حلقات، وزي ما احنا قلنا الفلفل دي يا حبايب قلبي بتاعه البهاريز بتاعه الشوربه بتاعه الماسوره. طبعا الشوربه خلاص، دي البهاريز اللي بتبقى جوه العظم. حلو الكلام. معانا شفشق طماطم حلو كده. معانا توابلنا وتحبيشنا، شطه، فلفل اسود، كزبره، ملح. وطبعا احنا قلنا الهريسه احنا عاملينها وحطينها في التلاجة. بس اول حاجه هنضيف على طول الهريسه اهي، معلقه التوم. حلو الكلام. اول حاجه بقى هنضيف مع بعض بهاراتنا حبايب قلبي، عباره عن الملح، كزبره، فلفل اسود، شطه. حلو الكلام. يلا كده على السريع. اول حاجه زي ما احنا قلنا الملح، معانا كزبره، ايوه وركزي في الكلام، معانا الفلفل الاسود. كل ده هنقلبه دلوقتي. حلو الكلام. هنقلب مع بعض حبايب قلبي. تمام. يلا حلوه قلبيه كده. احنا قلبنا حبايب قلبي. نضيف بقى حبايب قلبي الفلفل بتاعنا اهو. طبعا احنا محطناش مرق الدجاج، هنستعمل البهاريز بتاعتنا بتاعه الماسوره اهي. طبعا هي بتبقى حتت لحمه كده على بهاريز، هنوفر شويه في الزيت. حلو الكلام. هنقلبها بقى مع بعض كده. احنا وفرنا الزيت ووفرنا الايه، وفرنا دهن او ليا. حلو الكلام. كده البطاطس بتاعتي فاضل لسه ايه، البصل بتاعي هبدا بقى ارصه كده حبايب قلب حسناء. رصيه عشوائي، ترصيه كده زي ما انا هرصه دلوقتي اللي يعجبك. وكده صينيه البطاطس بتاعتي. عايزه بقى تكتري بطاطس اكتر من كده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، مفيش مشكله. هنزل بقى بشفشق الطماطم بتاعي. انا عامله عليه فلفل يا جماعه، يعني وانت بتضربي الطماطم بتبقي معاها فلفل. الفلفل ده بيديها طعم حلو غير اللي انت مقطعاه. نبدا بقى نقلبها حلو. وكده حبايب قلبي صينيه البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انا بقى ليا اضافه صغيره، طبعا انا حطيت كزبره عليها. حلو الكلام. شويه بقى كزبره كده حبايب قلبي كده على الوش. والله يا جماعه هتدعولي عليه، ايوه هتدعولي عليه. شويه الكزبره دول طعم وتست حلو قوي. طبعا انت قبل ما تشغلي الفرن بتاعك خليها تاخد غلوه على البوتاجاز، تاخد غلوه على البوتاجاز. هتلاقي البطاطس بتاعتك طعمها تفحى. طبعا هتشغلي الفرن وتدخليها. حلو الكلام. يا رب كده الفيديو يعجبكم، ويا دايما يا رب منوعات حسناء تبقوا عندي منورين ومكترين يا حبايبي. انا بالصلاه على الزين صليتوا على الحبيب. يلا اتفضلوا معايا كده. هندخلها اول حاجه على عين البوتاجاز تاخد غلوه، وبعدين ندخلها الفرن. منورين ومكترين وبالهنا متشرفين، دايما متشرفين بكومنتات حلوه
ودايما طاقة إيجابية لكل بيت ولكل ست عربية مصرية. بحبكم كتير. هي جاهزة دلوقتي على الفرن صينية البطاطس. نصيحة مني، جربي، هتشعشع ريحتها عند الجيران. معلقة الكزبرة اللي انت شايفاها دي أول حاجة قبل ما تدخليها الفرن اديها غلوة على البوتاجاز، هتفرق معاكي في الطعم كتير. أيوة، معلقة كزبرة هتحطيها على وش الطماطم أو وش الصينية قبل ما تدخليها الفرن، هتاخد غلوة على البوتاجاز. وجربي وقوليلي في الكومنتات ايه رأيك في الوصفة دي. أي حاجة قبل ما تعمليها بتفرق كتير. منوعات حسناء، منورين يا أحلى صحبة وأحلى أخوات في الدنيا. المعلومة دي لو فادتك ادعيلي دعوة واذكري الله، هتطلع حاجات حلوة كتير. صينية بطاطس مشعشعة وريحتها عند الجيران مش عايزة أقولك مفحفحة. يلا شاء الرز المعمر، والله عملته معاكم قبل كده. حاضر يا قلبي، هنعمل الرز المعمر. ازيكم، اخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حبيت بس ارد على اللي كتبت لي في الكومنت. احلى رز معمر هعملهولك من عينيا تأمري. الرز المعمر يا حبايب قلبي، بنغسل الرز بتاعنا، خطواته سهله من غير افتكاسات. بصوا بقى، انا بجمع القشطه زي ما انتوا شايفين، او انا بعمل ايه بقى؟ بعمل جبنه فلاحي. لما بعملها بطلع القشطه على جنب. ادي القشطه بتاعتي، وادي الرز المغسول، وادي اللبن بتاعي. بالصلاه على النبي، شايفين القشطه؟ انا قاعده استعمل فيه، بس كل مره اركن القشطه عشان تطلع كده زي ما انتوا شايفين، عشان اوريكم. هي دي اللبن لما بغليه، بس بغلي كميه اقل حاجه 3 كيلو، تديني ما شاء الله زي ما انتوا شايفين القشطه اللي هي دي. حلو الكلام. همسك القشطه وادعكها في الرز، لا اكتر ولا اقل. هدعكها في الرز. طب القشطه ايه؟ بحيث ان تخلي الرز كده كانه متغلف بالقشطه. حلو الكلام. ومعانا كوبايه ميه فيها الملح اللي انت بتحبيه او العقد المناسب ليكي، يبقى الميه فيها الملح. اللبن كيلو لبن، كيلو لبن، كيلو رز لو الرز بتاعك بياخد لبن او بياخد ميه. والقشطه دي يا جماعه تجميع تجميع. عايزه تشتري اقل حاجه قولي ايه، اقل من الربع كيلو شويه. انا بقى هدعك القشطه بالرز واغلفها حلوه قوي 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 قوي، وهتدعوا لي كمان. يلا بصحه وهنا. وهنعمل النهارده مع بعض احلى صينيه بطاطس، بس الرز المعمر مطلوب مني بالمره ال20. بتقولي انت مش بتصوري بايدك؟ لا هصور اهو يا حبيبه قلبي، بس انا ما بحبش اشتغل في الكاميرا كتير. يعني بمعنى اصح اللبن اهو، شايفين ايدي؟ في ناس بقى تحلبس كيس، انا ايدي زي الفل وغسلاها، وانا اللي هاكل. البسي انت الجوند اللي انت عايزاه. ده وش اللبن اللي انا غليته اهو للحله بتاعتي، شايفين ما شاء الله. طبعا انا استعملت منها طول اليوم في حاجات كتير، رز معمر وحلويات للصيف اللي هي تحليه بارده يعني. وادي اهو هدعكها كده، بصي اهو، ده التغليف اللي انا بتكلم فيه اهو، بس عشان تبقى كل حاجه تمام. القشطه بقى لو احتاجت هتبقى كده، بصي هتبقى في القانون ده كده كده. القشطه دسمه، بس انا هوزع لسه القشطه الباقي كده. قشطه دسمه. حلو الكلام. يلا يا حلوه انت وهي، رز معمر فلاحي. وكده الرز بتاعي زي ما قلت داب في القشطه، او مسكته كده في القشطه. هتضيفي دلوقتي حبيبه قلبي الميه بتاعته الاخر، اللي هي ايه عباره، لازم تضيفي اقل حاجه كوبايه ميه. لا تقوليش كده، ادي الميه اهي، دي ميه مش لبن. بس انا ايه مسكت الميه دفيتها في الحله عشان تشيل القشطه كلها بالبلدي يعني. وادي اللبن بتاعنا ابو خير اهو، انا شيلته في اللبانه. بسم رب العالمين. هقلب بقى واشوف هيعوز ولا لا. اقلب الاول واشوف هيعوز مني ولا لا. وهذا كده اللبن انا ضفته كده تمام. طبعا انت بتظبطي الرز بتاعك اللي هي بالميه اللي هي اللبن، يبقى العقد بتاعنا احنا اللبن تمام. طيب يا حسناء، انت ضفتي كوبايه ميه ليه؟ الميه يا جماعه علشان الرز يبقى من تحت مستوي وكله زي بعض. لو لبن خالص بينشف تمام. وكوبايه الميه دي بتديله روح. اخر خطوه بقى حبيبه قلبي، معلقه قشطه اهي، بتحطيها بس كده على الوش، او حته صغيره هنا كده وحته صغيره كده، يعني قيمه معلقتين 2 كبار على الوش كده. هتسخني بقى الفرن وتحطيه في الرف الوسطاني، وتبقي ظابطه الدنيا معاكي تمام التمام.
ادا كده انا خدت من القشطه بتاعت التجميع، شايفين فاض قد ايه ان شاء الله، غير ان انا خدت وش اللبن. هنعمل النهارده كمان مع بعضينا، النهارده في يومنا يعني هنعمل صينيه بطاطس مع الرز المعمر. احلى صينيه بطاطس اهي. حطي معلقه كزبره، وحطي اللي هتحطيها في الفرن دي تغلي غلوه قبل ما تدخليها الفرن، هتدي طعم اللي يتسمع للجيران، هتخبط عليهم. من الاخر احلى رز معمر، احلى بطاطس. يومنا النهارده حلو بيكو يا حبايب قلبي. ما تنسوش دعوه حلوه لحسناء، واذكر الله هتطلع حاجات حلوه كتير. احلى من كده بالصلاه على النبي، رضا من يرضى. يلا كده بقى بينا على الفرن حبايب قلب حسناء. احلى رز معمر اللي طلبته مني. اتفضلوا عندنا. في عشق الرسول تسموا عليه وتصلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على خير من خلق سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول عندنا النهاردة روتين، بس روتين جامد وجديد. ليه بقى؟ عشان عمايل ايدين ست البيت، مش هنشتري حاجة من بره. عملنا قبل كده الفراخ المشوية وبنكررها، ما هي الأيام بتلف وهي نعمة. هنعمل سلطة خضراء. الرز المعمر عملته معاكم تكرار، بس في الكومنتات حد ذكر وقال عايز الرز المعمر، وانا بموت انا وولادي فيه. هنعمل السلطة اللي بتجيبيها من بره وتفرقي وتمرقي وتكتري، سلطة الفراخ المشوية او سلطة الحاتي او السلطة اللي انت بتجيبيها بتحبيها بالعلب بتاعت الزبادي، عارفينها طبعا. هنعمل احلى صينية بطاطس مع بعضنا. روتيننا قلتلكوا حلو، هيبقى كده يوم حلو. وندخل المطبخ نسمي ونقول بسم الله. وما تنسيش ماركة ودع اهلك عمايل ايديا. الزيتون هتعمليه من السنة للسنة ومش هيطرى، وهيبقى كده ماركة ودع اهلك ومفهوش مرارة. اسألي وجربي وشوفي وخدي فكرة النهاردة واعملي بكرة، يعني اشتري وجربي. واللي يعمل زينا نقول له يا ايه يا عمنا. النهاردة يومنا حلو وبالصلاة على الزين. صلوا على الحبيب المختار. اللهم صل وسلم وبارك على خير من خلق سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل من له نبي يصلي عليه، مسلم ومسيحي. هي دي الحسنة اللي أنا أخدها ليا من الفيديو كله. يلا ننور قبرنا بذكره واخد ثواب وانتي تاخدي الثواب. يلا تتفضلي عندي، يومك وروتينك هيبقى حلو مية مية. بس انتي قولي يا هادي وسمي بالرحمن وادخلي مطبخك وهتلاقي الخير. اللهم امين. يلا كده نقول اللهم بارك. يلا حبايب قلب حسناء، يومنا حلو وبوتاجازنا نضيف ودنيتنا هتبقى نضيفة كمان. اتفضلوا وربنا يجعل بيوتكم فرحانة وعمرانة بالسعادة والخير، وربنا يكمل شفا رجلي على خير. الفرحة لما بتعملي لولادك وانت سعيدة ومبسوطة، ربنا يخليهم لك ويخليهم ليك. قولي امين. يلا اتفضلوا عندنا روتين. الفيديو كامل ما تسيبوهوش، ده فيديو حلو هيعجب ست البيت. يلا حبيبة قلبي يلا بينا. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. يلا مستنية ايه؟ بس البيت هتعمليه وتجهزيه وتحضريها وهتوفري عن بره كتير وريحتها خطيرة. يلا متستنيش يا وعد عن جمال في حب وعشق اللي يحبوا الفراخ المشوية. مين ما بيحبهاش؟ كل ولادنا بيقولوا عليها اكلاتنا مية مية. يلا ما تستنيش، احنا النهارده عندنا روتين حلو اخر حاجه. هنعمل فيه احلى فراخ مشويه بالحب حبايب قلب حسناء. هتعملي لقمه هنيه واحسن من بره 100 مره. ما تنسيش بس وانتي معديه اذكري الله. الفراخ المشويه بتاعتي اهي يا حبايب قلب حسناء، زي ما انتوا شايفين انا حطاها في حاجه الومنيوم عشان لما تسخن تبقى لو ولادي جم يبقى انا مخلصه الايه الاكل لما احطها في الفرن شويه. انا هحط بقى دلوقتي ايه الفحميه على النار كده. الفحميه بتاعتي خلاص تمام. انا هاخدها دلوقتي بالماشه بتاعتي دي واحطها هناك هتشوفوها دلوقتي كده الفحمه بتاعتي. طب انت هتعملي ايه يا حسناء؟ انا عامله هنا شويه حبايب قلب كده ايه شويه بصل اهو عشان الريحه بس تبقى حلوه اهي.
وطبعا عامله شويه بقدونس. انا هاخد البقدونس كده عليها اهو. وهنحط بقى حبايب قلبي شويه زيت. تمام، هنضيف شويه زيت ونغطيها على طول اهي. شايفين بقى ادي الريحه اهي. تمام، اغطيها بقى وكده حبايب قلبي. ريحه الفحمه شغاله الله ينور. هنبدا بقى ايه ننقلها كده ونجرنشها مع بعض حبايب قلبي. هنعمل بقى مع بعض الايه سلطه خضراء. السلطه الخضراء بتاعتي اهي اهي. حلو الكلام. انا السلطه الخضراء كل اللي عندك تفيه. انا بقى هضيف البصل وانسى اللي حصل واقلب. هعمل ايه برضو معاكم دلوقتي؟ هعمل معاكم الطحين. يبقى سلطه خضراء مع الفراخ المشويه. هنعمل مع بعض الطحين. يلا يا حلوين، هنعمل مع بعض الطحينه. الطحينه ما هي الا ادي برطمان الطحينه بتاعنا. معانا فلفل اسود، معانا ملح، معانا شطه، معانا ليمون، معانا خل، معانا الخلاط. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده يا حسناء؟ معانا رغيف بلدي. عايزاه تعمليه ابيض شغال، بس هو اللي بيدي قوام وبيديكي طعم وبيديكي زي المطاعم بالظبط. وانا عملته فيديو موجود وقلنا ايه يا مساء الطحينه يا حلوه يا مية مية. ماشي، هنعمل دي الاول في الخلاط. تمام، وبعد كده دي ميه يا جماعه دافيه او فتره. الميه ما بتبقاش سخنه قوي. ليه بقى؟ علشان خاطر تحل معاكي الطحينه. تمام، هنضرب بس في الخلاط الاول العيش حبايب قلب حسناء. دي يا حبايب قلبي العيش بعد ما ضربته في الخلاط اهو العيش بس. تمام، وادي الطحينه بعد ما انا حليتها في ميه دافيه اهي. ده قوامها طبعا. عشان ترمي معاكي لازم العمليه بتاعه العيش زي ما انا قلت كده تبليه قبل ما تضربيه في الخلاط. تمام، اول حاجه حبيبه قلبي هنضيف حوالي معلقتين كبار خل. تمام، معلقتين كبار خل. هتقلبي. تمام، هنضيف بقى حبيبه قلبي ملح، شطه، فلفل اسود. ملح، شطه، فلفل اسود هنضيف دلوقتي عليها. ونجهز الليمون بتاعنا. انا قطعته اهو. هبدأ برضو اعصره عليها. تمام، ادي حبيبة قلبي. وما تنسيش معلقة الكمون، انا ما ذكرتهاش بس انا عارفة ان انا هحط كمون. وده الملح، ادي الشطة، ادي الفلفل الاسود. تمام، هنبدأ يا حبيبة قلبي نعصر الليمون مع بعض اهو. هنعصر حوالي كده 3 ليمونات حلوين كبار. اعصرهم انا بقى كده كده حبايب قلبي. خلاص، هبدأ بقى الم الليمون من هنا كده وابدأ الم التوابل بتاعتي علشان خاطر ابدأ احط بقى ايه العيش. تمام، العيش يا جماعة ده زي بره بالظبط بالاخر يعني اهو. شايفين قوامه اهو تقيل بالاخر كده. هو اللي بيديك العقد اللي انت عايزاه. العقد ده يعني التقل. شايفه اهو. هبدأ بقى نضيفهم كلهم كده حبيبة قلبي. بسم رب العالمين. ننزلهم باي حاجه. تقيل، خدي بالك تقيل قوي اهو. تمام، وكده حبايب قلبي انا الطحينه بتاعتي اهي. قوامها تقيل وحلو ولا تقيل ولا خفيف اهي. حدقي شطشطي زي ما انت عايزه. ايه رايك بقى؟ حاجه كده من الاخر. طحينه زي بره بالظبط. هجرنشها بقى كده في طبق حبيبه قلبي. وكده حبايب قلبي يبقى عملنا معاكم الطحينه اللازمه للحاجات المشويه الحلوه اللي بنعملها من ايدينا. بس مش الفراخ وبس، ده فيه غيرها كتير. لحمه مشويه، تعملي اجنحه، كل حاجه تخص الحاجه المشويه. ادي الطحينه المية مية. وعملنا كمان زي ما احنا قلنا سلطه خضراء. صح الكلام اهي. خضراء خضراء ونايحه كده. دي مع الفراخ المشويه عملناها. وده الطحينه لزوم الشيء. والطحينه يا طحينه. شايفين ما شاء الله عملت علبه قد ايه. وطبعا عملنا ويسك الفلاحين بس احنا عاملينه كده نظام ميه عشان خاطر احنا عاملين السلطه. ممكن تحطي فيها كل اللي انت عايزاه. والزيتون بتاعي طالع بقى ما اقولكيش. شايفين تفحى اخر حاجه. اعملي فراخك المشويه وزودي السلطه الخضراء المية مية ومعاك الطحينه. ومبقاكيش عندك اي مشكله ولا عندك اي حاجه تعملي حاجه من بره.
بحبكم كتير يا احلى ناس في الدنيا. كل سنة وانتم معايا بألف خير. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دول بالصلاة على النبي 4 كيلو لبن. شايفين القشطة بتاعته؟ بصوا اهو اللي انا بتكلم فيه، علشان لما بطلع معاكم في فيديوهات بقول انا بحوش اللبن. اهم حاجة تشوفي انت بتجيبي من مين، فلاحي على ابوه. بصي اهو، شوفي، اللهم صل على النبي. اهو القشطة بجمعها الاول قبل ما اعمل اي حاجة، هجمعها كده واوريها لكم. ادي اللبن بتاعي. بصوا بقى للقشطة، اللهم بارك. الناس اللي بتقول انت بتجمعي يا جماعة، بتجيبي اللبن وتغليه. القشطة اهي، اللهم صل على النبي. دول 4 كيلو قشطة، من 4 كيلو قشطة، يعني طلعوا كده من 4 كيلو. بسيبها في الفريزر تجمد، بس بغطاها بكيس طبعا. وبستعملها بقى ازاي؟ بعمل يوم حلو فيه شوكولاتة، عايزة تحطي معلقتين 2 زبدة مثلا وما عندكيش، حطي قشطة. هتعملي رز معاهم، مالكم؟ هو الناس اللي بتكتب لي بتقول لي انتوا بتجمعي، تجمعها في علبة، تجمعها في طبق اللي يريحي. وادي اللبن اللي انا غليته ما شاء الله 4 كيلو لبن. هنعمل منه النهاردة حلو، يا رب الحلو بتاعي يعجبكم. القشطة دي فايدة وغذا. انا خدت اللبن وسبت 2 كيلو لبن، هعمل بيهم حلو معاكم. هتحلي حسب مزاجك انت، التحلية حسب راحتك انت. عايزة لكل كيلو بيبقى مثلا 4 كوبايات، كل كيلو 2 شغال، كل كيلو واحدة شغال. نحلي السكر مع بعض زي ما قلنا، هنضيف السكر حسب ما احنا عايزين. اول حاجة السكر، ماشي. هنقلب دلوقتي السكر حسب ما انت عايزه. طب تمام. معانا حبيبة قلبي معلقتين 3 4 كريمة. 1 2 3 4. دول 4 كبار على 2 كيلو لبن. تمام، حلو. معانا بقى النشا معانا حبيبة قلبي لكل كيلو كده نقول 3. نقول احنا ايه، معلقة هرمية كده. 1 2 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. طبعا النشا عشان يربط معاكي. تمام. هنحط بقى كمان معانا على طول كده على السريع، معانا 3 معالق كبار كاكاو ده خام من النظيف. هحط 4 لكل كيلو 2، لكل كيلو 2. حلو، تمام. معانا كمان حبيبة قلبي كيس فانيليا، كيس فانيليا. عايزة تحط 2 شغال اهو. نقلب بقى التقليبة الايه الحلوة دي الاول قبل اي حاجة. بعد التقليب ضفناها دلوقتي على النار بدأت تدوب معانا الحاجة بتاعتنا اهي، بس ايدينا فيها. قبل ما تغلي هننزل بحاجتين 2 حبايب قلب حسناء. تمام، كل ده هيختفي دلوقتي. انا كل مرة بصفيه لقيته لما هو حتى بصفيه هو بيختفي وبيدوب. تمام. هو دلوقتي على النار، وحسيت بالنشا دلوقتي. هسيبها لغاية لما تيجي تقرب للغليان. طبعا اللبن بتاعك مغلي يا قلبي، تحلية هتبقى جميلة معاك. دابت مع بعضها اهي، مفيش تكتلات. خلاص كده هبدأ اضيف بقى ايه الشوكولاتة بتاعتي والزبدة. ده مكعب الزبدة بتاعي اهوت اللي هنزله دلوقتي، وبعدين هنزل مكعب الشوكولاتة معاكم. الشوكولاتة دي حسب ما انت بتحبي، دي شوكولاتة خام. تمام، هتنيكي تدوبي معاها لغاية ما الزبدة تفك والشوكولاتة تفك. وخلي بالك عشان ما تتحرقش منك. كده بدأت تغلي معايا اهي، هبدأ اطفي عليها بقى النار كده. مسكت في نفسها خالص، والشوكولاتة زي ما انتوا شايفين فكت اهي. هتبدأي تصبيها في ايه بقى، في كل حاجة نفسك تحبيه. عندك بسكوت العيد، عندك بسكوت من بتاع بره، اللي يريحك. هي حاجة مرطبة وحلوة خالص، يكفي بس ان كل اطفالنا بتحبها. يلا بقى نغرفها. ادا ايه الشوكولاتة بتاعتنا اهي، وده اللي انا قلت عليه. معانا بسكوت العيد زي ما انتوا شايفين، علبة زي دي مفيش مشكلة، طبق ازاز. وعدا معانا علبة اهي.
هعمل ممكن تعمليها انت 3 طبقات. انا هعمل كل طبقة لوحدها في علبة. تمام، ادي طبقة وادي طبقة وادي طبقة، ممكن انت تعمليهم كلهم طبقة واحدة. نبدأ بقى ايه، نصب زي ما انتوا شايفين هنا عليها الشوكولاتة، وكده زي ما انتوا شايفين انا ضفتها دلوقتي على البسكوت بتاعي. البسكوت بتاعك ده اينما تكون البسكوت تعمليها بقى في الصيف تحفة. اه والله تفحة زي ما ابونا منى بتقول. عندك بقى جوز الهند هنرش عليه، عندك بسكوت بوريو هنعمل عليه، عايزه تقطي طبقه بسكوت انت عليها وتكملي شوكولاته. انا حبيت ان هي تبقى في العلب كده. هي دي افكار من عندك انت. حلو الكلام. انا ضفت عليها كمان جوز الهند اهو عندك عادي. وبعد كده انا عندي دول بقى البوريو اخر حاجه. تمام، وبرضك هحط من بسكوت العيد. يعني ايه من بسكوت العيد؟ هجيب البسكوت كده وايه وابدا اضيفه كده على الوش، بس انا هفركه على الوش كده يديله طعم حلو. حلو الكلام، كلام سليم. كل سنه وانتم طيبين والصيف كيف. انا ضفت طبعا جوز الهند وضفت ايه بواقي البسكوت بتاعي اهو. طبعا العلبة اكيد بتحطيه بيتكسر، بتحطيه وتجيبيه وتفركيه او في الكبة وتعمليه. انا عملته بصراحة بايدي. هعمل بقى زي ما انا قلت ايه اخيرا البوريو بتاعي، وكده الفينش النهائي بتاع الحلويات بتاعنا. عايزه تعملي كريم شانتيه شغال، هتعملي الكريمه وتحطيها على الوش، ممكن تعمليها روزات حلو كده ورد كده شغال، تسيبيها كده شغال. انا بقى بحبش اكتر من ان انا اعمل شيء واقول الحلو ده انا عملته، بسيط وسهل خالص. شايفين؟ لو عايزه تعمليها طبقات اريح واحسن، بس انا حبيت اعملها كده عشان خاطر لما بنيجي نفتح منها يبقى كل واحد معاه ايه، نفتح علبة بعلبة كده عشان احنا لما بنفتحها بتغيب. ايه رأيكم بقى؟ حلو الكلام. وطبعا ده بواقي بسكوت العيد. لو انت عندك بقى بسكوت العيد شغليه، عندك انت بسكوت تاني شغليه برضو اللي يعجبك واللي يرتاح له قلبك. حبيت اقول لكم الحلو ده يتعمل في الصيف، والصيف كيف. كل سنة وانتم طيبين. روتيني النهاردة يا رب يكون عاجبكم، والفيديو ده من حلاوته انا بعمله مرة واتنين وتلاتة. ممكن تعملي طبقات بسكوت الحلو ده. كل سنة وانت طيبة والصيف كيف. بحبكم كتير يا احلى ناس في الدنيا. منوعات حسناء، الحلو للحلوين اللي زيكم انت وهي. يلا وانت معديه اذكر الله. حلو كده في الصيف مش هيكلفك حاجه، عندك لبن تعالي وكل حاجتها في البيت. حاجه كده حلوه. وعلى فكره من بسكوت العيد، لو انت عندك بسكوت العيد خلاص وبتقولي بقى فيه هري يا حلاوته يا جماله، هتعملي كميه حلوه من 2 كيلو لبن او كيلو لبن. شوفي انت عايزه تعملي ايه وتعالي. ما تنسيش وانت معديه بالله عليكي تذكري الله. ويا عالم لما تذكري الله يفك كربي وكربك، والا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب دايما الحلو بزياده عندي، ورب دايما تعدوا عليا بالخير جميعا. مسلم ومسيحي الحلو ده للصيف. يلا قولوا للصيف اهلا وسهلا والصيف كيف. وبواقي الكحك والبسكوت تمشي حتى لو كحك. ايوه اهم حاجة هتطحنيه بس. كل سنة وانتوا طيبين. الحلو وبيقولي للصيف يلا. عشاق الصيف بحبكم في الله ودايما معايا اخواتي وحبايبي، وكل سنة وكل لحظة وانتوا معايا بألف خير. بحبكم كتير كتير. كاك 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 باللغة العربية الفصحى، يعني بحبكم كتير كتير كتير. يلا يا حلوين اتفضلوا عندنا في التلاجة احلى حاجة تاكليها في الصيف. ازيكم اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشيني كتير 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 يا احلى ناس في الدنيا. اخباركم؟ صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. اول ما يومك يبدأ على طول هتدخلي المطبخ تسمي الله. منوعات حسناء وحشتوني. هنعمل النهارده مع بعض الرز بلبن. عملته قبل كده ما شاء الله كتير، بس في واحده من الناس الحلوه اللي بحبها طلبت مني تعملي الرز بلبن تاني. حطيت لها اللينك، هي عايزه كده. معايا حبايب قلبي 2 كيلو لبن. تمام. انا دلوقتي سلقه كوبايه رز كبيره. انا عايزاها الرز يكون ما شاء الله شويه رز حلوين اهو. كوبايه رز ما شاء الله زادت.
عشان انا عايزه الرز يبقى فيه له طعم. الناس اللي ما بتحبش الرز كل كيلو عليه كوبايه شاي من الرز. السكر حسب رغبتك انتي. معايا 3 معالق كبار كريمه شانتيه، ماشي. معايا كيس واحد بس فانيليا. واداء النشا بتاعتي هناخد حوالي 5 معالق نشا، 5 معالق نشا. حلو الكلام. انا هعمله على البارد، مفيش الا هو ده بس اللي ايه اللي سخن عملته. بس قبل ما نضيف الرز خالص هتضيف السكر وهتضيف الايه الكريمه شانتيه وهتضيف النشا وتدوبيه الاول كده. خطواتك على البارد سريع سريع. حلو الكلام. يلا حبيبه قلبي، هنضيف حبيبه قلبي زي ما انت شايفه اهو. السكر زي ما انا قلت حسب الرغبه، لان لسه هدوقه. تمام. وهجيب النشا واحط 5 معالق كبار. الناس اللي ما بتحبش النشا بقى زي ما بقول لكم كده هتزودوا ايه الرز. 2 3 ادي 4. ماشي. انا حطيت 4 مبدئيا لان ما شاء الله انا معايا ايه رز، والرز بتاعي لسه سخن، ويا ريت تعمليه وهو سخن احسن. بس لما ندوب حبايب قلبي حاجتنا الاول، ندوبهم مع بعض. انا دوبته خالص ودقت السكر لقيته ما شاء الله كده زي العسل او زي الفل. هبدأ بقى دلوقتي اضيف مع بعض كده الرز بتاعي اهو. حلو. بسم رب العالمين. هنقول كوبايه رز. هنحط بس كده الرز بتاعنا، شوفي هو سخن بيبقى حاجه تانية خالص. بسم رب العالمين. ده بقى ايه كده على البارد. اللي سالتني انا بعمله على البارد، ما بعملوش على السخن، لان ما بدوبش النشا في ميه، كله باللبن بتاعه. حلو الكلام. ده كده زي ما احنا ايه قلبناه وكده حبايب قلبي. انا دوبته اهوت. ده الرز بتاعي اهو، مش كتير عشان تكونوا بس عارفين يعني، بس هتحس بطعم الرز فيه. اسمه رز بلبن. وانا حضرت الاطباق بتاعتي اهي اللي انا هشتغل فيها ان شاء الله. اول ما كده هنعمل بقى حركه الفانيليا بتاعتنا وقت الغليان، يعني كيس الفانيليا بتاعنا ده وقت الغليان. يلا كده بقى على البوتاجاز، واللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار. يلا حبايب قلبي حسون. انا هنا اهو على البوتاجاز دلوقتي بقلبه زي ما انتوا شايفين. بصوا بدأ يتقل معايا خلاص عشان النشا. هو انا حطيته على النار بس ايدي دايما فيه علشان خاطر الرز بتاعي وعشان النشا. حلو الكلام. ويا ريت تعملي في حاجه الومنيوم. الالومنيوم بيوزع الحراره حلو ومفيش حاجه منه بتتحرق لدرجه ان انت لو سبتيه حتى مش قلبتيه. حلو الكلام. يلا بألف هنا وصحه. احلى رز بلبن هتعمليه. طبعا لما يجي يدخل على الغليان زي ما احنا قلنا هنضيف ايه الفانيليا. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يبقبق او بدأ يبقلل او زي ما انتوا بتقولوا كده يغلي اهو. تمام. هبدأ اضيف بقى مع بعض كده الفانيليا بتاعتنا. كيس الفانيليا بتاعي اهو. بسم رب العالمين. وابدأ بقى اقلب. اول ما يغلي خالص ويتكتك خالص في الحلة بقى هوريهولكم، ويبقى كده حبايب قلبي على الغرف. اسهل من كده مفيش. صح الكلام. منوعات حسناء. يا رب دايما بالصحة والهنا. وكده الرز بلبن بتاعي خلاص بيقول اغرفيني. يلا اغرف زي ما قال الشاعر بيقول اغرف وناولني. احلى رز بلبن هتعمليه وهتدعيلي. لا تقولي ملكي ولا تقولي اي حاجه. الطريقه اللي على البارد انا عاملاها في كل فيديوهاتي على قناه منوعات حسناء وقناه منوعات ماما حسناء. ليه؟ عشان حلوه وسهله وبسيطه. يلا بقى نغرف كده مع بعض وشوفوا انتوا بقى وقولولي. صحه وهنا مني لكم انا. الحلو نقول له يا حلو في عينيه. شايفين قوامه؟ هتشوفيه بقى انت لوحدك. تفحى اخر حاجه وشه مكشكش كمان. هنغرفه وهتقولوا لي وتحكموا انتوا. يلا بقى جهزي اطباقك يا صبيه. وكده حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين عندك بقى المكسرات اللي تشتهيها اللي تحبيها اللي تجودي بيها. انا عندي جوز الهند وسوداني. حبيت ان انت تعملي زيي اعملي زيي. حبيت ان انت تقولي بألف صحة يبقى كتر ألف خير. حبيتي تعملي يلا اتفضلي. ادي الرز بلبن بتاعنا اهو. احلى حاجة ما فيه
على البارد. شوفوا بقى ما شاء الله عمل لي كميه قد ايه، ادي لتر 2 كيلو لبن. ايه رايكم بقى؟ العلب دي حلوه قوي يا جماعه، ممكن تستعمليها على طول في البيت، ولو انت فاض منك طبق ولا حاجه تديه لحد، ربنا يكتب لك كل ثواب وكل حسنات، اللهم امين. انا دلوقتي عملت الكميه زي ما انتم شايفين في اطباق كبيره. السوداني ده مقلي، عايزه تطحنيه شغال بيبقى تفحه تفحه اخر حاجه. وادي الرز بلبن. ويا رب دايما السعاده والهنا مني ليكم انا، فضلا وليس امر، دعوه الحسناء. ويا رب كده اللي ينور عندي على صفحتي على الفيسبوك بكومنت حلو، وعلى قناتي على اليوتيوب منوعات حسناء، يبقى نور ونور الدنيا كلها. اتفضلوا عندنا حاجة تفحى من الآخر. دمتم في خير وسعادة وسلام، دمتم في أمان وصحة، والصحة مفيش أحسن منها. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. يا رب يكفينا شر المرض ويكفينا ويكفيكم، اللهم آمين. بالهنا والشفا. هذا ال2 كيلو بتوعنا اهو حبايب قلب حسونة، ويا رب السعادة ويا رب الهنا، اللهم امين. بحبكم كتير، دمتم في خير، مع السلامة. بختك يا ابو بخيت، يلا نشوف بختنا. كل سنة وانتم طيبين. البخت ده من عند ربنا، والرزق برضو من عند ربنا، وبنقول يا رب يجعل رزقنا حلو ولحلة لما نقول يا رب. يلا نفتحها كده ونشوفها مع بعضينا. احنا قلنا بختك يا ابو خيت والحيه، ونشوف بقى البخت. تعالوا نشوف البخت. تعالوا عشان نطلعها تاني ماسكه لهم اوه قرعه اخر حاجه. ايه رايكم بقى؟ حمرا وحلاوه اهي. هنقطعها مع بعض كده وتشوفوها. كل سنه وانتم طيبين. بحبكم كتير يا احلى ناس في الدنيا. يلا وكده يا حبايب قلب حسونا الشكل بتاع البطيخه بتاعي. ايش رايكم بقى؟ هندوق الطعم ونحكم. حبيت اقول لكم بختك يا ابو بخيت. ايوه بختك يا ابو بخيت، ده رزق. الرزق لا شفاعة فيه. حبيت اقول لكم منوعات حسناء. يلا كل سنه وانتم طيبين، والصيف كيف. رطبوا على قلوبكم. هاتوا بقى كده عيش وجبنه وكلوا. تفحى اخر حاجه، اعتبروها خيار. اوعي ترميها. وعايزه تعملي بيها حاجه اعمليها ايس كريم. نعملها ايس كريم لو فاض مننا وما قدرناش نكملها. صح الكلام؟ احلى بطيخ اللي غاروا مني. تفحى اخر حاجه. حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يتعاد عليا وعليكم بخير اجمعين، والصيف كيف. صحه وهنا مني ليكم انا. ازيكم؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. منوعات حسناء دايما يا رب معايا وجنبي. البوتاجاز ايدك فيه دايما بعد كل اكل، بس ساعات بيتوسخ وفي عينين مش بنستعملها. ممكن الكبيرة دي في العزومات. انا بستعمل عن نفسي الاتنين دول. حلو الكلام. طبعا اللي انتوا شايفينه ده كان حرق واعوذ بالله، بس الحمد لله ربنا حفظنا وحمانا. انا دايما بستعمل بس الاتنين دول. حلو الكلام. ادا بوتاجازي اهو زي ما انتوا شايفين. دول ما بستعملهمش خالص، حتى دي كمان. طب هتعملي ايه يا حسناء وغيرك هيعمل ايه لو هو بيشوف الفيديو؟ هقول لكم انا بستعمل دي ودي. احن عين بوتاجاز عندي دي، لاني بعمل الاكل قبلها من بدري ما بستعجلش عليه. ادا شكل البوتاجاز بتاعي، وانا قلت لكم ده حرق. هنعمل ايه؟ هقول لكم. طبعا انت شلت الحوامل وغسلت البوتاجاز وخلتيه زي كده. انا بستعمله بايه؟ غسيلي انا دايما على طول بجيب الليمون بجمعه، وبعمل من الزيت المستعمل صابون. الفيديوهات موجودة، ودايما كل جديد بسيط يفيد. هنعمل ايه بقى؟ هقول لكم حالا دلوقتي. شايفين دي؟ احيانا بتجيبيها من بره، بتجيبيها من عند بتاع الكشري لو ولادك جابوا كشري ولا حاجه. حلو الكلام. هتجيبيها وتغسليها وتبقى زي الفل. انا العين دي ما بستعملهاش خالص، ودايما قريبه للعينين دول. شوفي اهي. هتعملي ايه كده زي ما انا هعمل كده. ايه رايك؟ وانا هستعمل دول كده تمام اهو. ايه رايك بقى؟ شوفي فكره حلوه. قفلي بقى بوتاجازك وهوريكي كمان شكله وفينشه كمان.
وكده شكل البوتاجاز بتاعي زي ما انتوا شايفين. اكتر عينين ما بستعملهاش بالاخص الاتنين دول، وحتى دي بس احيانا بستعملها. تمام، لو في واحدة كمان هضيفها عليه. شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ كده الجنب ده هيبقى نضيف اخر حاجة. هتيجي بقى تشغلي الاتنين دول زي ما انت شايفة كده، مفيش حاجة هتطرطش ولا تيجي على العين ولا تضايق خالص، غير ان انت تغسلي الستين بتاعك. هي من النوع اللي بتستحمل السخونية زي ما انتوا عارفين. ايه رأيكم بقى؟ شايفين البوتاجاز بتاعي؟ اكتر اتنين عينين هلكاهم. يلا فيد واستفيد، ودايما يا رب الموضوع سهل وبسيط. منوعات حسناء، انت لسه مستنية؟ اعملي زيي وغطيه بالناحية دي. عايزة تسيبيه كده حبيبة قلبي لو بتشغلي الفرن يبقى كده تمام ومية فل وعشرة. ايه رأيكم بقى في الفكرة دي؟ فكرة حلوة؟ يلا اعملي زيي، ولو عجبتك الفكرة ما تنسيش تقوليلي ايه رأيك فيها وتدعيلي دعوة وانتي معديه. اذكروا الله وسموا على الرسول عشان ربنا يبارك ويدينا ويرزقنا ويكرمنا، اللهم امين. فكرة حلوة حبيت افيد ست البيت واقول لها ايه رأيك في العظمة دي. حاجة بسيطة بس كلنا بنتعلم من بعض وبنفيد بعض. منوعات حسناء، يلا كل جديد بسيط يفيد ست البيت. مستنية ايه؟ تعال، ده حاجة كده من اخر هتفيدك يا ست الكل. منورين ومكترين. ازيكم؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. من فيديو لفيديو بتوحشون. نقول اللهم صل وسلم وبارك على خير من خلق، سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليه البركة تيجي؟ ليه اخد ثواب؟ الفيديو مش هيطلع لي منه الا الحسنة. يا رب دايما يختمنا بالحسنة، وطول ما احنا ماشيين بالحسنة. اللهم قنا من عذاب النار واتنا كل الخير، اللهم امين. النهارده هنعمل بالهنا والشفا زي ما انتوا شايفين احلى شوربه واحلى حته لحم. ربك والحق فرجها. لما فرجها نعمل حاجه صح. معانا اللحمه بتاعتنا، اول حاجه بتجيبيها وتغسليها، بتجيبي الليمون وتغليه. الليمون بتاعي اهو جبته بعد ما غسلت الليمون بتاعي. غسلت اللحمه بتاعتي، بجيب الليمون اغليه، وبعد ما اغليه يهدى خالص، وزي ما انتوا شايفين لما بضربه في الخلاط كده، بس بزوده شويه ميه صغيرين. اسيبها قيمه نلف في المطبخ، احط اللحمه فيه. طبعا انا حطيتها فيها ورجعت لكم دلوقتي. ادي اللحمه بتاعتي بعد ما طلعتها من العلبه اللي فيها ميه بليمون. على ما جبت البصلايه بس وقشرتها، على ما جبت الطماطم وغسلتها، على ما حضرت توابلي وتحابيش. توابلنا وتحابيشنا ما فيهاش ملح. الملح اخر 10 دقايق قبل السوا. لوري حبهان، وطبعا الخله كلكم عارفين هتعملوها كده عشان ما يجيش تحت حد، ويبقى الحب هان مهنش على حد يا رب دايما. ومعانا مستكه، ومعانا فلفل اسود. حبهان، مستكه، فلفل اسود، ورق لوري. ومعانا اللحمه بتاعتنا بعد ما غسلناها وخليناها تمام التمام. معانا بصله، معانا طماطم. هتضيفي ايه تاني؟ اي توابل تزيد عن الحد بتتقلب للضد، فبلاش تعملي حبشتكنات كتير لان مش بكترها. معانا الحله على النار. واللهم اجرنا من النار. قولوا امين. سامعاكي يا اللي قلت امين. ما هي بتلف تلف والدعوه اللي بتقع. حابين تكملوا روتين حلو، طاقه ايجابيه، تاخدي وتدي، وتبقى نفسك طويل واسترتش خالص؟ تعالي اتفضلي منوعات حسناء. يلا نفيد بعض، والبساطه رضا من يرضى. ولما عملنا لقمه حلوه نعملها بنفس عشان ربنا يبارك بحب. يلا كده ناخد لحمتنا على النار وعلى بوتاجازنا المتلمع المتنضف عشان يفتح نفسنا على الاكل ويفتح نفسنا نقف في المطبخ. انا جيت اهو على البوتاجاز بتاعي. ادى اللحمه بتاعتي وادى التوابل بتاعتي. شايفين عين البوتاجاز انا مغطياها ازاي؟ ركزي يا ست البيت، حاجه كده تخليكي وانت بتطبخي تفتح نفسك. شايفين البوتاجاز تفحه؟ ودي فكرتي. بتجيبي العلب من دي، ده انت تجيبيها مخصوص هتخلي العين بتاعتك اللي مش بتستعمليها تفحى اخر حاجه. بس انا هشتغل على العين دي عشان الحله منضفه زي ما انتوا شايفين كده. هنضيف حبايب قلب حسناء. شايفين الجمال والحلاوه دي؟ يلا حلوه انت وهي. لحمتنا المية مية، وربنا يكرمنا يا رب بألف هنا. معانا الحله بتاعتنا على النار، وربنا يأجرنا من النار. شايفين الحله اهي،
وادي توابلنا وتحابيشنا مش هنضيفها الا بعد اول غلوه للحمه. تعالوا نضيف اللحمه. يلا. احلى لحمه دي ولا ايه؟ هنضيف مع بعض كده اللحمه حبايب قلب حسونه. بالراحه خالص كده، بالراحه خالص. طبعا اللحمه بتبقى على حسب ما انت بتجيبيها من الجزار، بس اللحمه بتاعتي ملبسه فيها من ده ومن ده، بس ما شاء الله. اللهم زد، اللهم بارك، اللهم ايه بارك. كده لحمتنا كمان. ما تحطيش اي توابل وتحابيش مهما يكون اللحمه بتعمل طبقه كده. لما تعملي الطبقه دي يا حبيبه قلبي افضل لك واحسن لك. حلو الكلام. تمام. هننزل كده حبيبه قلبي بعد ما نشيل اول غلوه، تغلي بس اول غلوه هتشيلي الريم وهنشوف مع بعض. ده حبايب قلبي اللي انا بتكلم فيه اهو. ادي الريم مع انها والله صبحه، بصوا اهو. اوعي تحطي توابلك وتحابيشك خالص، بكلمك بما يرضي الله، بتعليم للعروسه اللي لسه داخله المطبخ جديد. ده الريم، وفي كل فيديو بذكر الحركه دي. الم بقى الريم بتاعي كل ليلته عشان يبقى معايا تفحه اخر حاجه. يعني ايه تفحه؟ يعني الشوربه تكون زي العسل. يلا يا حلوه. كده تمام. شلنا كل الريم حبايب قلب حسناء. بقت تفحه دي يا جماعه بقى كده بهاريس. يعني قيمه 10 دقايق بعد ما بتضيفي اللحمه. هننزل حبيبه قلبي بكل توابلنا وتحابيشنا. توابلنا وحبيشنا فلفل اسود، مستكه، ولوري، بصل، طماطم ضفناه بس ما عدا الملح. حلو الكلام. اسيبها بقى حبيبه قلبي تغلي. لما تغلي بقى حبيبه قلبي كده وتستوي وتطيب، وقبل السوا هنضيف الملح. احلى شوربه هتعمليها وهتدعي الحسناء. صحه وهنا حبايبي. انا متجمعين يا رب عند النبي باذن الله. وايه رايكم بقى في حركه الخله دي؟ تفح. يلا ما تستنيش، اذكري الله. كل الحاجه اللي قدامك وبتعمليها هتطلع زي العسل. احلى لحمه واحلى شوربه باذن الله. صحه وهنا حبايبي. انا والفيديو كامل على القناه عندي منوعات حسناء، قناتي على اليوتيوب. بحبكم كتير. وزي ما احنا متفقين في يومنا وفرتنا لحمه، احنا عملنا النهارده حبه لحمه بالشوربه وشوربه باللحمه. تفحه اخر حاجه، حاجه كده زي ما بيقول الكتاب. ايه رايكم؟ يا جماله يا جماله يا جماله. صحة وهنا حبايبي. انا طيب هنعمل ايه النهارده؟ كلنا بنحب البسله. البسله لو جايباها صبحه زي ما انت جايباها كده وغسلتيها بعد ما فصصتيها طبعا وروقتي عليه. دايما بيقولوا بسله بجزر. انا عملت معاكم بسله بجزر كتير. ولادي بقى هنغير النهارده وهنعمل بسله بالبطاطس. بسله بالبطاطس. تمام. الجزر كتير في السوق ورخيص وانا مفرزاه يعني عندي، بس هم عايزين بالبطاطس. معانا اللي بتاعتنا طبعا البسله. معانا معلقه توم يا جماعه بتدي طعم تفحه. معانا البصل، لزوم الطماطم او التخديعه او الصلصه. عندك طماطم فريش شغال. انا ما عنديش طماطم فريش دلوقتي، عندي جامده بس ما تنفعش تتعمل صلصه. انا ببقى مخزناها زي ما انتم شايفين كده. هفكها في الطاسه المتواضعه بتاعتي. حلو الكلام. وتاخد غلوه. والبصله بتاعتي هنعملها ان شاء الله في الليه. يلا. حلوه انتي وهي، واحلى شوربه هنسقيها. اتفضلوا. النهارده عندنا روتين هيعجب هيعجب ست البيت، سواء عربيه مصريه من بره من جوه. لو حد عدى على الفيديو يا ريت يقول لي منين، وينور ويزيد ويبارك. اللهم زيد وبارك. يلا اتفضلوا عندنا. يلا عشان نعمل البصله بتاعتنا. كده انا ضفت اللي بتاعتي زي ما انتم شايفين. حلو الكلام. ننسى اللي حصل. طبعا هنقلب البصله بتاعتنا على اساس ان هي تاخد اللون بتاعنا. مش هنضيف الثوم دلوقتي. حلو الكلام. تقليبه حلوه بس كده. اول ما ياخد اللون الحلو نتقابل حبايب قلب حسونه. البصله بتاعتي كده تمام، واخده اللون حلو كده، بس لسه هتتحمر برضو. بس كده تمام. خطواتنا صح. نضيف بقى ايه؟ الثوم معاه. الثوم، معلقه الثوم بتاعتنا دي يا جماعه بتغير الطعم والتيست بتاع الاكل خالص. الناس اللي بيحبوا الثوم بقى هتاخد دلوقتي لون، والبصله بتاعتنا هتزيد
في التحمير. البصل الابيض حلو في الطبيخ يا جماعه، حلو للكشري وللطبيخ. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ هبدا يا حبايب قلب حسونه انا هضيف بقى الطماطم بتاعتي. هذا الطماطم بتاعتي اهي يا جماعه اللي انا عاملاها في الفريزر. شايفين لما بتفك بتبقى فيها نسبه من الميه زي الفريش بالظبط. تعالوا بقى كده نضيفها مع بعض كده حلو قوي عشان البصله بتاعتي تبقى لونها حلو. بصوا نظبط بقى طماطمنا اهي. انا كده ظبطت الطماطم بتاعتي. بتحب بقى الشطه شغال، لو بتحبيها يعني، ما بتحبهاش بلاش. انا بقى من عشاق الفلفل الاسود. تمام، طبعا لازم نحط فلفل اسود. الملح قلنا الاخر بس بحبه زياده. نبدا بقى نقلبها، واول ما تغلي حبايب قلب حسونه هذا كده حبايب قلبي الطماطم جاهزه وبتقول يلا يا حسناء يلا يا حسناء. هنزل بقى مع بعض حبايب قلبي بالبطاطس، وعندك شوربتك. تمام، طبعا احنا هنعمل البسله مع بعض، بس طبعا الشوربه يا حبايب قلبي اهي. تمام، هنضيف بقى الشوربه للبسله. حلو الكلام. دي الطماطم اللي فاضت. هبدا بقى اضيف الشوربه حبايب قلب حسون، بس لما تضيفي البسله بيكون معاكي احسن. هذا البسله بتاعتك اهي. بسم الله رب العالمين. تصوير بايد وايد برضك، ربنا ما يحرمنا يا رب من نعمته، خلق الاتنين عشان كده. هذا البسله بالبطاطس. بتوريكم كل حاجه كده. ابدا اقلبها بقى حبايب قلبي كده ونشوف الشوربه بتاعتنا كده. انا ضفت الشوربه بتاعتي حبايب قلبي. طبعا البطاطس تحت اهي. طبعا الغلو ده لما تغلى هتبدا تشرب الشوربه دي عشان الصلصه بتاعتها كمان تبان، وعشان تشوفي معايا حبيبه قلبي. هذا البطاطس بتاعتي مع البسله تغلي بقى حبايب قلبي كده واوريها لحضراتكم. الف هنا وشفا. وطبعا لما تغلي هقول لكم هنضيف ايه تاني عشان الريحه تروح كده عند جيرانك تفحفح وتبقى مفحفحه اخر حاجه. يلا حبايب قلبي، احلى بسله دي ولا ايه؟ انا البسله بتاعتي اهي. نار يا حبيبي نار، قلبي مولع نار. ايه رايكم؟ تفحه. طيب عشان الريحه بقى تجيب اخر الشارع، طبعا انت حطيتي توم بس احنا هنحط المعلقه دي كمان. تفحه اخر حاجه صدقيني. سيبيها بقى كده حبيبه قلبي. لو بتحبي فيها الشوربه كتير زودي الشوربه بتاعتك زي ما انت عايزه. بتحبي ميتها قليله اللي هي شوربتها يعني، انا بكلمكم بلغه بقى ربنا يديهم الصحه اللي موجودين الناس الكبار زي امي والله يرحمها ستي. كده البسله بطريقه حلوه جميله. طبعا لما بتيجي تطبخي في حله ألمونيوم، تاخد معاكي البصله وتروق عليكي الدنيا بتبقى احلى، بالذات لما تكوني بتحمري حاجه. انا بقى هفضي الحله دي في حله من الحلل بتاعه الطقم، واعمل معاكم احلى رز بشعريه كمان. بس تابعي وكملي هتلاقي حاجات حلوه كتير ونوعات حسناء. فيد واستفيد، ويا رب دايما كله سهل وبسيط. احلى بسله دي ولا ايه؟ ادعيلي بقى دعوه من قلبك يا حلوه انتي. يلا يا صبيه، احلى بسله. واعمليها مره بالجزر واعمليها مره بالبطاطس، ولو بتحبي الاتنين اعمليها بالجزر والبطاطس. بحبكم كتير، منورين. يلا منوعات حسناء قناتي على اليوتيوب. كل الناس احلى سلام واحلى تحيه للناس 100 100.